لو بتترجم من عربي للانجليزي في دماغك قبل ما تتكلم فدي اكبر غلطه بتضيع وقتك. ركز معايا 10 ثواني وهقول لك ايه. المشكله ان نظام تعليمنا للانجليزي عودنا اننا نفكر بالعربي الاول وبعدين نترجم للانجليزي، وده بالظبط اللي بيخليك بطيء ومش عارف تجمع الكلام. يعني بتفكر انت عايز تقول ايه بالعربي وبعدين تشوف ترجمه كل كلمه وتحاول انك تلزقهم في بعض عشان تكون جمله مفهومه. ده غلط، ما تعملوش. ما تحاولش تترجم كل كلمه. البديل انك تحفظ تشانكس. مستغرب الكلمه؟ تعال اقول لك معناها ايه. حفظ التشانكس هو حفظ الجمل والتعبيرات الثابته وانك تستخدمها زي ما هي بالظبط. على سبيل المثال لو عايز تقول لحد انا خريج تجاره قسم محاسبه، ما تقعدش تفكر ازاي تقولها كلمه كلمه. احفظها جاهزه زي ما هي. I earned the bachelor's degree in accounting. لما تحفظ الجمل الجاهزه بدل ما تترجم هتلاقي نفسك بتتكلم اسرع وبدون تفكير. وعشان اسهلها عليك جمعت لك اكتر 5000 جمله مستخدمين في الحياه اليوميه في الكتاب ده. هتلاقي جمل عن السفر، عن المواصلات، عن الاكل والشرب، وهتلاقي كمان فصل مخصوص عن البيزنس انجلش مكون من 120 صفحه. جمل شائعه في الحياه اليوميه زي ما اهل اللغه بيتكلموا. الجمل متقسمه حسب المواقف عشان ما تضيعش وقتك. وكمان الكتاب بالكامل متسجل باكسنت امريكي 100% عشان تنطق صح. How's it going? How's it going? How's it been? How's it been? How is everything? How's everything? How have you been? Have you been? How you been? How you been? ما تضيعش وقتك في الترجمه واستخدم نفس الجمل اللي بيستخدمها اهل اللغه. اطلب نسختك دلوقتي وهتشوف الفرق من اول اسبوع. وكمان لما تطلب دلوقتي هيوصل لك مع الكتاب الرئيسي 10 كتيبات مجانيه هيساعدوك تتكلم انجليزي اسرع بمجهود اقل. وكمان احب اضيف لك حاجه اخيره، مع المجموعه هيوصل لك كتيب اسمه خريطه تعلم اللغات. في الكتيب ده هتلاقي خطه مفصله لمذاكره المجموعه بالتفصيل، هتعرفك هتعمل ايه كل يوم وازاي ولمده قد ايه. This book has completely transformed how I speak English in a short time.